سلام، معكم راغي. مرحبا بكم مرة أخرى. غنبدا معكم بواحد الاعتراف. البارح بالليل شديت ورقة وستيل، قديت واحد الجدول زمني واعر. غنفيق مع 6، غنمشي لاصال وغنرجع نقرا ونخدم. بالليل كنت كنحس براسي ايلون ماسك، ولكن ملي صباح الصباح صونا التليفون، طفيت الريفاي وكملت نعاسي. علاش انا هكا؟ الناس وصلوا العاب نيجا كيلقاني هكا. المهم تفكرت الصحة والتعليم ديالي. انا متاكد بلي هاد السيناريو عشتي حتى انت 100 مرة. كنجلسو كنخططو وكيبان لينا داكشي منطقي وسهل، ولكن ملي كيوصل وقت التطبيق كنولي بحال وهبي في ماتش ضد فرنسا. ديما كنقولوا بلي المشكل في الاراده ولا حيت حنا معكازين، ولكن ملي بحثت في الموضوع اكتشفت واحد الحقيقه علميه صادمه خلاتني نفهم بلي الدماغ ديالنا كيعيشنا في واحد الكذبه كبيره بزاف. باش نفهموا مزيان هاد الصدمه اللي قلت لكم كيدير لنا دماغنا، احدى الدراسات ديال الرنين المغناطيسي الوظيفي fMRI شوك، العلماء داروا واحد التجربه غريبه. طلبوا من الناس يفكروا في الوصول في المستقبل، يعني داك الشخص المستقبلي اللي كيحلموا يكونوا، سواء عنده فورمه واعره ولا غيولي ناجح. الصدمه كانت هي ان البلاصه اللي شعلات في الدماغ ملي فكروا في المستقبل ديالهم هي نفس البلاصه اللي كتشعل ملي كنفكروا في شخص اخر براني وغريب علينا. اش كيعني هادشي؟ يعني دماغك بيولوجيا كيشوف انت ديال المستقبل بحال شي شخص براني ما كيعرفوش. ملي كتخطط بالليل راك ما كتخططش الراس، راك كتخطط لواحد غريب. الدماغ كيكون متحمس حيت ماشي هو اللي غيدير المجهود، ولكن ملي كيوصل الصباح وكيبغي التطبيق الدماغ كيرفض، حيت كيقول علاش انا غنتعذب ونعرق دابا على قبل واحد الشخص غريب من دابا عام. غير باش نشرح لك فقط، هادشي ماشي بالضبط اللي كيقولوا الدماغ، لا الدماغ ذكي بزاف، كيوصل لك الفكره على حسب دماغك، كيخليك تقتنع. مثلا خلي ماشي دابا، نجيبها مع نهار 2 ولا مع بدايه الشهر حسن. نهار واحد مزيان واعذار بحال هكا. هادو هما الحوايج اللي كيوصل لك بهم الدماغ. هاد الظاهره علميا سميتها الخصم الزمني temporal discounting. اجي نطبقوا هادشي على الرياضه باش نفهموا اكثر. ملي كتمشي تشري سبرديله جديده وحوايج لاصال وكتحط بلان ديال 6 ايام في السيمانه، التخطيط هنا كيستهلك زيرو طاقه وكيعطيك الدوبامين فابور. ولكن نهار الاثنين مع 7 الصباح ملي كيخصك تهز الحديد، هنا كتدخل في حرب الطاقه. دماغك البدائي اللي هو رجل الكهف كيشوف بلي جري وهزال الحديد هو استنزاف للطاقه ديالك دابا، الم لحظي. ولكن المكافاه اللي هي الفورمه ديالك والصحه ديالك غتكون من دابا 6 شهور. لذلك الشخص الغريب اللي هو انت، ولكن ماشي دابا بالضبط. فهمتيني؟ المنطق ديال الدماغ البشري كيقول المتعه ديال دابا، النعاس او التليفون، اهم 100 مره من المكافاه الخياليه اللي غتكون في المستقبل. الصراع البيولوجي كامل اللي كنعيشوه لخصو الطبيب النفسي ستيف بيترز في واحد الكتاب عبقري سميتو مفارقة الشمبانزي أو The Chain Paradox. هذا الكتاب ماشي ديال التنمية البشرية خاوية، هذا هو الكتالوج اللي كيخدموا به الأبطال ديال الأولمبياد باش كيروضوا دماغهم. بيترز كيقول لك تخيل بلي بدماغك ساكنين جوج شخصيات. الأول هو إنسان عقلاني هادي، هو اللي كيخطط للمستقبل وباغي ينجح، هذا هو اللي صار البارح وكيصاوب الجدول الزمني. والثاني هو الشمبانزي، كائن عاطفي بدائي وقوي بزاف، ما كيعرفش شي حاجه سميتها المستقبل، هو باغي غير المتعه ديال دابا، الماكله، النعاس، الراحه. المشكل اللي كيوقع لينا كاملين هو اننا كنحاول نطبقوا الخطه بالمنطق ديال الانسان، ولكن نهار التطبيق الشمبانزي كيكون اقوى واسرع في التفاعل. هو الاول كيهضر، ملي كتقول غنمشي لاصال ولا غنتعلم ديك اللغه، الشمبانزي كيغوت في الداخل ديالك، حيت كيشوف بلي هادشي غيضيع عليك غير الطاقه ديالو بلا فايده، وما عندوش شي فائده لحظيه. فكيمشي يشد لك التليكوموند ديال الدماغ، كيوجهك لاقرب تليفون باش تسكرولي وتفرز الدوبامين. الدرس الواعر اللي عطانا هذا الكتاب هو عمرك ما تضارب مع الشمبانزي اللي في الداخل ديالك بالمنطق، حيت غيغلبك. الشمبانزي ما كيهموش المنطق، كيهمو الامان والراحه. الحل ماشي هو نقتلوه حيت مستحيل، الحل هو نروضوه، وهادشي اللي غنوريك كيفاش ديرو دابا. اذا كيفاش غنحلوا هذا المشكل اللي انا وياك كنعيشوه؟ الاراده بوحدها ما كافياش، حيت ما يمكنش تغلب بيولوجيا على غرائز ديال ملايين السنين غير بزير. الحل المنطقي هو نلعبوا مع دماغنا بالقواعد ديالو. خاصنا نربطو انت ديال دابا
بنت ديال المستقبل، وهذه راه مهمة بزاف. غير ركز معايا فيها. راه واخا كتهضر على راسك في المستقبل، راه دماغك العميق ما مستوعبش هاد القضية وكيفصل بينك وبينها. وبلاصة ما تخطط لداك الغريب ديال العام الجاي، خطط لراسك دابا ديال 10 دقائق. باش نوصل لك الفكرة، عرفتي ملي كتعامل مع طفل صغير ميمكنش تقنعو بلا غتشري ليه شي حاجة وانت قدام الحانوت وتقول ليه حتى نرجعو. ديك ترجعو ما غيفهمهاش ليك، هو شاف خاصو ياخد ديك الساعات. فكذلك دماغك عبارة على طفل صغير، ولكن ذكي بزاف وكيتحكم فيك وكيلعب معاك بزاف ديال الالعاب ديال العقل اللي كيقنعك بها. غير هو ما كيفرقش باللي بصح وباللي غير تهيؤات. في الرياضة مثلا ما تقولش غنمشي نتريني ساعتين، قول دماغ غنلبس غير السبرتيلة، غنتريني بلاصة 5 دقائق، وإلا عييت غنرجعو بحالنا. الدماغ ما كيخافش من 5 دقائق، وهادشي كينطبق على اي حاجة اخرى. السر هو تهرس داك الحاجز الوهمي ديال البداية. الدماغ كيخاف غير من الخطوة الاولى، حيت كيسحبها استنزاف للطاقة. غير كتبدا قانون القصور الذاتي او انيرشيا كيكمل الخدمة بوحد، وهذه غتلاحظها في تجاربك القديمة. ونبقاو مثلا في الرياضة اللي كتجر راسك في الاول باش تمشي لاصال، لكن من بعد كتولي الا ما مشيتيش كتحس بشي حاجة ناقصاك. في الاخير انا مازال كنتقاتل مع الدماغ ديالي يوميا، مرة كنغلبو ومرة كيغلبني، ولكن مني فهمت كيفاش كيخدم وليت كنتحايل عليه. ما بقيت كنلوم راسي بزاف. المرة الجاية ملي دير خطة وما تلتزمش بها، عرف بلي راسك راه ماشي فاشل، غير حاولتي تحمل دماغك اكثر من داكشي اللي مبرمج عليه، وتعاملتي معاه كشخص بالغ وهو راه غير طفل صغير. ودابا بغيت نسولكم، شنو هو داك الهدف اللي ديما كتخطط ليه وملي كتوصلوا كت المعقول دماغك كيردك للنور؟ واش الرياضه، واش شي لغه بغيتي تعلمها، ولا شي بروجي؟ ونعرفوا بالله راه بصح هادشي ماشي كيوقع لك بوحدك ولا كيوقع ليا بوحدي، هذه حاجه كنشتركوا فيها كاملين وحاجه طبيعيه. خصنا غير نتعلموا الحل المناسب. Either you work hard for it or you don't work hard for it. Well, me and my brother, we work hard for our stuff. It don't come easy. In life, you have to work. Either you want to be the shark of the ocean or the fish of the ocean. And right now, we want to be the shark. Take over everything. Strength, no weakness. Power, you must have to have that mindset. So you're gonna come in here and dominate. تهلاو في راسكم ونشوفكم في الفيديو الجاي.